سيادة اللواء. مش عايزه انسى حد. كتير. هي مجموعه كبيره قوي فاكر طبعا. سعاده الوزيره كتير. العلاقه الصحيه في اي مجال لابد ان يشوبها بعض الخلافات. لا ده انا كنت ولما كان- مبسوطه. أيوة. لانه انا ما كنتش طالما أنا كنت للمصلحة أسمع العامة. كانش بينتقدوني، ما يبقاش بالطريقه الصحيحه. بالظبط. وعمرنا بصي احنا عمرنا ما انتقدنا حد، احنا بننتقد عمل هذا عمل يعني شخص. يعني انا ما بنتقدش السيده الوزيره، انا بنتقد عمل معين عملته السيده الوزيره. انا شايف ان هو مش مظبوط وايه ونص الكلام ده كان غلط برضه، وانا برضه مش صح في كل حاجه. ولذلك اول مقابله ليها زي ما سيدتها بتقول كانت مقابله مش حلوه. يعني انا قلت اللي عندي وخلصت زعلتها. ابص الاقي هي ترتب لنا قاعده في اسكندريه، يعني احنا في القاهره نروح في اسكندريه وعربيات تيجي باتوبيسات واكل وشرب وكل حاجه ظبطتها عشان نقابل رئيس الوزراء. وفي الوقت دي واللحظه دي هي مش مبسوطه مني ابدا، ولكن عملت اللي عليها واكتر. انا في الفتره دي اصلا انا راجل بشتغل في السياسه بقالي برضه فتره، فهمت مين الست دي، فهمت ان الست دي انا عايز اشتغل معاها. ده الصلاح العام. ما هي كده. فلما رئيس الوزراء كان موجود وبعدين انا طلبت الكلمه الاخرانيه خالص، وبعدين الناس ما كلها وهم كلهم عارفين انا لما بتكلم بيبقى يعني في حاجه هقول. قلت بس بقى هيضرب كرسي في الكليه. فرحت قلت القعده. والله العظيم قلت له احسن حاجه سيادتك عملتها عارف ايه؟ مستني بقى. جبت الست دي وزير، وكانت هي دي كانت القفله. اللي زعل مني بره برضه عمرو موسى. عمرو بس بعدها انا بكلمه فقال لي يا دكتور عصام انت راجل